ضحية من ضحايا مجتمعنا، ضحية من ضحايا أطفالنا، ضحية هي واحدة من ضحايا كتير عايشين ومظلومين وسطنا. المخلوق الضعيف المسكين اللي قدام حضرتك ده لا حول له ولا قوة، ولكن لما استقوى عليه إنسان كان سبب في دخوله النار. كتير من الجرائم بترتكب في حق المخلوقات الضعيفة المسكينة دي يوميا، وللأسف الشديد أغلب مرتكب الجرائم هو طفلك اللي للأسف الشديد معرفتش تربيه، طفلك اللي المفروض هو راس مالك في الدنيا، طفلك اللي سبته في الشارع بدون رقابة يفتري على مخلوقات ضعيفة أضعف منه، طفلك اللي مفكرتش حتى في يوم من الأيام تعلمه يعني إيه الرحمة. طفلك للأسف الشديد هو الزرعة اللي انت زرعتها في الدنيا وهتحصدها في القبر، هو الزرعة اللي المفروض بتتمنى إنها تكون العمل الصالح بعد وفاتك. للأسف الشديد أغلب أطفالنا ما تربوش كويس، للأسف الشديد أغلب أطفالنا أهاليهم قصرت في حقهم بالذات في التربية. المظلوم اللي في إيدي ده كان ضحية طفل أخده من أمه ومن وسط إخواته عشان خاطر بس يلعب بيه وعشان خاطر يخوف بيه الأطفال اللي بيلعب معاهم. في الأيام دي كان الجو حر جدا، ولك أن تتخيل قد إيه المظلوم اللي في إيدي ده كان بيعاني في إيد الطفل، قد ايه كان بيموت بالبطيء. وطبعا كالعادة أول ما القط هيبدأ يفقد حياته هيرميه في الشارع بكل بساطة بكل سهولة، وكأن أهالي الأطفال دول أبو جهل وكفار قريش. المظلوم اللي في إيدي ده كان محتاج للمساعدة، سألت الطفل أخدته منين، شاورلي على المكان ده، وقعدت أدور على المكان على أمل إن لاقي أمه أو إخواته. كتير بنقابل قطط صغيرة بعيد عن أمها، ودايما بقول لكم نحاول نكون في المكان لمدة نص ساعة أو ساعة على أمل إن الأم ممكن تيجي وتاخد صغيرها. إحنا هنتعب شوية في اللف والتدوير، ولكننا مؤمنين بالله، إحنا بنعبد رب بيدخل اللي بيساعدهم الجنة وبيدخل اللي بيأذيهم النار. المسكين اللي قدامكم ده أنا سميته مظلوم. أخدت مظلوم وقعدت ألف على كذا قطة والدة في المكان، ولكن ولا واحدة فيهم اتعرفت عليه، وفي كل مرة بقربه من أي أم بتجري منه. من هنا بتأكد إن دي مش أمه، ومن شدة الحر كان لازم أرطب عليه. الفرهدة اللي فرهدها له الطفل ما كانتش سهلة أبدا. بعد ما جسمه هدي شوية بدأت ألف وأدور تاني، ورحت الأم تانية، وللأسف الشديد جريت منه، بعدت عنه. في كل مرة ببص المظلوم بشوف في عيونه نظرات الظلم، بشوف في عيونه ظلم المجتمع والأطفال والناس المؤذية، بشوف في عيونه معاناة الحياة المشردة اللي بيعانوا منها يوميا. ساعتين متواصلين أدور على أمه وأخواته، وللأسف الشديد ما لقيتهمش. المسكين كأنه بيقول لي ما تسيبنيش، كأنه بيقول لي انقذني من الموت، وكأنه بيقول لي انت ربنا سخرك ليا عشان تنقذني. معلومة الكتير منكم ما يعرفهاش، احنا اللي بنحتاج أجر مساعدتهم، احنا اللي بنتشعبط في الستر، احنا اللي ممكن بسبب مساعدتهم نخش الجنة. خدت مظلوم وطلعت على عيادة افريكانو عشان خاطر اطمن عليه، عشان خاطر افحصه. عم احمد اول ما خلص صلاة مسك مظلوم قال لي جبت لنا البوريو ده منين؟ قلت له ده مش بوريو، ده اسمه مظلوم. اول ما جه دورنا في الكشف دخلت للدكتور مهاب وقعد يضحك، جبت لنا البوريو ده منين؟ قلت لهم ده اسمه مظلوم. بعد الفحص للاسف الشديد مظلوم بيعاني من جرب شديد في الاذن، وكان بيعاني المسكين من مستعمرة براغيث اجتاحت جسمه، سيطرت على جسمه. ومن هنا بدأت رحلة علاج مظلوم، كان لازم اعالجه واطمن عليه قبل ما اطلعه تبني. حضراتكم عارفين ان بحكم ظروف شغلي مش هعرف اوليه، مش هعرف اخده معايا في كل محافظة والف بيه، ولا هينفع احطه مع نوسة ولا سفروتة. لذلك هنصحكم نصيحة هتعرفوها في اخر الفيديو. الدكتور مهاب بدأ ينظف ودن مظلوم من الجرب، ولازم يمشي لمدة اسبوع على غسول للاذن ومضاد حيوي للاذن عشان خاطر الجرب ده يروح من ودنه. للاسف الشديد جرب الاذن من اخطر انواع الجرب. بعدها كان لازم نديله رش عشان خاطر البراغيث اللي كانت مجتاحة جسمه. وسبت مظلوم اسبوع في عيادة افريكانو، وبعدها رحت عشان استلمه، رحت عشان اخده. بما انه بقى امانة في رقبتي رايح وانا متحفز، رايح وانا فرحان. عم احمد حبيب قلبي اللي اتصل بيا وطمني وقال لي تعالى استلم امانتك، تعالى استلم مظلوم. اما الدكتور مهاب ده في حتة تانية، من الدكاترة اللي بتشتغل بحب، من الدكاترة اللي بتحن على الحيوانات قبل ما تعالجها. والحمد لله رب العالمين مظلوم بقى بخير، مظلوم بقى كويس. شكرت الدكتور مهاب وخدت مظلوم وطلعت عند ناس قرايبي عشان خاطر اديهولهم تبني. ليه بنديه لقرايبنا؟ عشان خاطر قرايبنا هنعرف نزورهم، هنعرف نطمن على الامانه اللي ربنا حطها في طريقنا. دائما بنصح بعد ما نعالج الحالات اللي بنقابلها ما نحاولش نرجعها للشارع تاني، نحاول نعرضها تبني، او على الاقل نكمل جميلنا معاها على خير ونخليها معانا في بيوتنا.